شاب نزل من بيته علشان يشتغل في مطعم، وبعد أسبوع أمه استلمت جثته من غير كلية. كريم 19 سنة من محافظة المنيا، لسه مخلص ثانوي وأهله على قد حالهم. شاف إعلان على جروب وظايف القاهرة، مطلوب شاب المطعم مشهور في 6 أكتوبر، مرتب 4000 وسكن وأكل. كريم فرح وقال لأمه عشان أساعدك في المصاريف. كريم سافر فعلا، وكل يوم يبعت لأمه رسالة يقول لها أنا بخير كله تمام وبتعلم بسرعة في الشغل. بس بعد 6 أيام التليفون بتاع كريم فصل والشاب اختفى. الأم بدأت تسأل وتدور، سافرت بنفسها على القاهرة وراحت العنوان اللي ابنها بعته لها قبل كده. لكن الكارثة، المطعم مش موجود والعمارة فاضية، وكل السكان بيقولوا مفيش حد بالشكل ده سكن هنا. بعد 3 أيام اسم شرطة اتصل بيها وقالوا لها تعالي استلمي ابنك من المشرحة. كريم كان مرمي في منطقة صحراوية، جثته سليمة لكن فيها جرح في جنبه الشمال، والتقرير قالت إن الكلية الشمال مستأصلة بدقة جراحية، والوفاة بسبب النزيف الداخلي. التحقيقات بدأت واتضح إن الجروب اللي نزل فيه الإعلان تم مسحه، والمسؤولين عنه حساباتهم اتقفلت، وكل الأرقام اللي كانت بتتواصل مع كريم ما بقتش شغالة. اللي حصل، كريم كان ضحية شبكة تجارة أعضاء بشرية بتستهدف الشباب الغلابة اللي بيدوروا على شغل، بيدوهم أمل كذاب وياخدوا منهم أغلى حاجة، حياتهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.